محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك الحقيقة مر بظروف صعبة الفترة اللي فاتت، وفاة والده ربنا يغفر له ويرحمه يا رب العالمين. خلال تواجد اللاعب مع بعثة الزمالك في الجزيرة قبل ماتش اتحاد العاصمة وماتش الذهاب هناك. موقف صعب شوية على محمد شحاتة. لعيبة نادي الزمالك وقفت معاه الحقيقة، اللعيبة والجهاز والمجلس وإدارة الكورة، كل الناس وقفت معاه ودعمته وساندته هناك قبل ماتش الذهاب، والحقيقة قدم مستوى هايل هايل. كان من نجوم نادي الزمالك في ماتش الذهاب هناك في الجزائر زي ما شفنا. واللي عملوا لعيبه نادي الزمالك وخلوا محمد شحاته يلبس شارة الكابتن في ماتش الذهاب هناك. الحقيقه في موقف كمان اكتر من رائع، واللي عرفته ان في اقتراح ما بين لعيبه نادي الزمالك وبعض، ان اقتراح جوه ما بين لعيبه نادي الزمالك ان في ماتش الاياب هنا في القاهره، لو الزمالك باذن الله باذن الله باذن الله نجح يتوج بالكونفدراليه الافريقيه، خلوا محمد شحاته هو اللي يرفع كاس البطوله. طبعا زي ما احنا عارفين ومتعودين في اي بطوله اللي بيرفع الكاس دايما بيكون كابتن الفريق، لكن الاقتراح ده ما بين لعيبه نادي الزمالك نوع من انواع دعم محمد شحاته، مسانده محمد شحاته، رفع روحه المعنويه. طبعا بتبقى في المواقف وفي اللحظات دي الحاجات دي بتفرق معاك قوي. بتبين لك قد ايه اللعيبه بتحب بعضيها، اللعيبه قريبه من بعضيها. موقف بسيط في ماتش الذهاب ان انت تخلي شحاته هو اللي يلبس شارة الكابتن، لكن الحقيقه معنويا بيبقى لها مردود كبير جدا على اللعيب نفسه جدا. يعني قد ايه اللعيبه بتحبك وواقفه جنبك وبتدعمك وبتساندك. فان شاء الله ان شاء الله الزمالك يتوج بالكونفدراليه يوم السبت الجاي باذن الله. محمد شحاته ياخد الكونفدراليه، تكون اهداء لروح والده ربنا يرحمه ويغفر له، روح راحل محمد صبري. ماتش العوده يا جماعه صعب جدا جدا جدا. الناس رابطه ان اداء اتحاد العاصمه هناك ما كانش عامل مستوى هايل، فالناس معتقده ومتخيله ان خلاص الماتش هيبقى سهل خالص. خلي بالك شباب بلوزداد هناك ما كانش افضل حاجه، جه هنا كان هو اللي مسيطر ومتحكم في رتم الماتش كله. فعشان كده الماتش العوده هنا ما تنخدعش وما تبنيش حكمك ورأيك يعني على مستوى اتحاد العاصمه في ماتش الذهاب، لا، ممكن تلاقي مستوى مختلف تماما لفريق اتحاد العاصمه في ماتش العوده هنا. تركيز مهم جدا جدا من لعيبه نادي الزمالك، مهم قوي قوي ان انت قبل ما تسجل تحافظ على نظافه شباكك عشان ما تعقدش وتصعب الماتش عليك. لو جون في الاول كمان هيريح الاعصاب بشكل كبير جدا جدا. ان شاء الله كده نفرح كلنا ونحتفل يوم السبت الجاي بتتويج الزمالك بكونفدراليه الافريقيه. الزمالك بدا النهارده يوم الثلاثاء الاستعدادات والتدريبات لماتش اتحاد العاصمه، كان في راحه امبارح 24 ساعه، والفريق بدأ النهارده تدريباته. الجهاز الفني ناوي يعمل معسكر مغلق زي ما قلت لك لماتش اتحاد العاصمة. كل التفكير وكل حاجة جوه نادي الزمالك دلوقتي، تسأل تكلم أي حد يقول لك الكونفدرالية. محدش بيفكر في أي حاجة خالص إلا ماتش اتحاد العاصمة يوم السبت الجاي. كان بس الاستثناء بتاع في موضوع الحكام الأجانب ماتش سيراميكا عشان كان آخر مهلة ولازم تخلص القصة دي ولازم تنهي القصة دي، لكن باستثناء كده لا، كل الناس وكل الجهود وكل التفكير منصب على حاجة واحدة بس، ماتش اتحاد العاصمة يوم السبت الجاي. الإقبال الجماهيري رهيب، يعني إقبال جماهيري غير مسبوق. الساعات اللي فاتت ديت من أول ما تم طرح التذاكر تقريبا خلاص التذاكر نفذت في جميع الدرجات، ما كانش باقي الساعات اللي فاتت الا حاجه بسيطه بس. فمن المتوقع ان الاقبال الجماهيري هيكون تاريخي يوم السبت الجاي في استاد القاهره، والبطوله زملكاويه باذن الله.